عسلامة سمحين وسمحات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا رب راكم الناس الكل لاباس بألف خير. كيف ما قريتوا فيها من الفيديو اليوم باش نحضر مع بعضنا مصلي علوش في الفور. الوصفة هذه دا يجيكم اللحم يذوب ذوبان في الفم والبنة ما نحكي لكمش وشارب فحاتها في حقه، وحتى من الخضرة اللي معاه تبدا بنينة والصوص كيف كيف. ما غير ما نطول عليكم يلا تبعوا معايا. نبدأ بسم الله بتحضير اللحم. أول حاجة أنا اليوم اخترت لنا باش نستعمل اللحم علوش، انتم تنجموا تستعملوا اللحم علوش، اللحم بقري، اللحم معجل اللي تحبوا عليه. المصلي اللي باش نحضر اليوم باش نعمله بفخذر علوش، على خاطر الفخذ ياسر يجي بنين في المصلي، وطلبت من الجزار باش يقصهولي هكا كيف ما تشوفوا رونديلات شرائح شرائح فوالا، ما يكونش حجمهم سميك برشا باش يطيبوا لي فيسا. اون بليس موتك من الحمل علوش راهو بنين، وزيدا كي يبدا كطايب في حقه ويبدا ماهوش سمين برشا يجي بنه بنه بنه. الكميه اللي عندي اليوم بالضبط 4 طروف كيف من هكا. وللكميه هذه نتاع الحمل علوش باش نستعمل بصلة هي كبيرة تسمى شوية، قصيتها هكا تريفات صغيرين صغيرين، وباش نستعمل كيف كيف الزيت مقدار هكاكا فنجان زيت، خلط بين زيت نباتي وزيت زيتونة باش ما يجينيش ثقيل برشا، خاصة راهو اللحم يخرج برشا زيت. أكيد بطبيعة الحال باش نسحقه للفحات. فلفل أكحل، فلفل أحمر، طريف كركم، ملح، اكليل، شويه تابل وكرويه. ونعرف برشا يقولوا اللي اللحم علوش ما يحبش الثوم، بالنسبه لي انا راهو هكا سنينتين ثوم يعملوا حتى شيء، بالعكس يزيدوه بن على بن المصلي، راكاش ما نستغنيش عليه. اللي يحب ينحي سنه الثوم ينحيها، وغير هكاك اللي عندكم شكون فيكم كان عنده طريف اوريغانو زعتر يعني يزيد، انا ما عنديش دونك عملت كان الكليل. باهي سيدك باش نجيبوا توكيه ريفات اللحمه نتاعنا شنو باش نعملوا لهم، نجيبوا هكا موس ولا حاجه وباش نعمل لهم هكا نبطهم بالكدا. يقول القائل علاش احنا نعملوا هكا، باش من بعديك الفحات يدخلوا بالكدا في اللحم، واللحم يشرب الباقي الفحات ويجينا هكا يعني حتى الطروف الداخلين يعني غنيين بالفحات مش كما من برا. الطنجره اللي باش نطيب فيها باش نحط فيها كل شيء على البارد. بسم الله. اول حاجه باش نحط الزويتات، كيف ما قلت لكم انا خلطت زيت زيتونه وزيت نباتي، الكميه ماهيش برشا مقدار هكاكا فنجان ناقصه شويه، فنجان تاع قهوه صغير. بسم الله. باش نحطوا توكيه كيف كيف البصل. بسم الله. ونفس الشيء زاده باش نحط الفحات كل على بعضهم، وباش نخلطهم الكل مع بعضهم هكا الفحات مع الزيت مع البصل بالكدا نخلطها، وباش نكمل نخلط لهم الحيمات. بسم الله. ديجا حطيت الطريفات الكل، بقى هذا اللي في ايدي توا اخر طريف. بسم الله. ديما سموا بسم الله في كل خطوه باش هكاك الماكلتكم تجيكم بنينه. جداتي ربي يفضلها سعدودي ديما تقول لي كان تسمي في كل خطوه بسم الله مستحيل الماكله تجيكم ماستر. دوكي باش نهز الطنجره نتاعي نحطها على غاز تبدا متوسطه شويه، ونبقى نحرك كل وانتي بجهه نقلب على الجهه الاخرى باش كل جهه كيكه تشرب لفحات وتتقلب بالكدا، باش نخليه اللحم يتقلب بالكدا ياخذ لون مزيان ونرجع نخبي ولا انتم يخفى عليكم. كيف ما تشوفوا الطنجره نتاعي صغيره، دونك شنو عملت انا هكا باش نضمن اموالنا الحمات الكل يتشربوا باللفاح والبصل والزيت، هكا خدمتهم شويه بيدي ما قبل ما نحطهم على الغاز. هاني قلت لكم بعد ما هزيتهم للغاز شفت الطنجره صغيره دونك خدمتهم هكا شويه بيدي. راكم اذا تحبوا زاد اصلا قبل تخدموا عليهم الغاز تخلوهم شويه يشربوا مثالش. بالنسبه لي ما نشوف جربت قبل هكا وهكا حسيتهم زوز يجوا نفس المطعم، دونك خليهم يشربوا على نار هاديه على الغاز وهم يتقلوا خير. الحمات يا سيدي خليتهم في الطنجره ليهم بقبقوا، خرجوا الماء نتاعهم واخذوه لون ياسر مزيان. بسم الله. هذا يا سيدي كيف ما تشوفوا كيف ولوا تبارك الله. شوفوا هذاك الماء كل موجود يخرج من اللحم، وهذا لون اللحم كيف ما تشوفوا. توا شنو باش نعمل؟ باش نمرقوا اللحم بماء سخون، لازم نأكد انه يكون ماء سخون، سينو راهي الماكله بتاعكم تمصاد. بعمركم ما تمرقوا ماكله سخونه بماء بارد. بسم الله. باش نحط ماء دوب ليش ما يتغطى اللحم، ما نكثروش من الماء. اول ما يتغطى اللحم فوالا لهنايا نحب. ولا حبيت نعاود نوريكم عن قرب قديش حطيت ماء. توا باش نرجع اللحم نتاعي نحطها على النار، تكون على نار متوسطه، ونخليه يبقبق لين اللحم نتاعي قريب يطيب. انا نحبها قريب يطيب باش بعديك كي نحطها في الفور جوست يهبى، باش نعطيك المرحله باش ياخذ لون ويهبى. اما توكي نحطوه لين يطيب، انا ما نخليش يشرى يطيب، نحطه لين يطيب باش بعديك يجيكم يذوب ذوبان في الفم. اسمعوا كلامي تشوفوا كيفاش تجيكم اللحمه. دونك نخليه على الغاز لين يطيب، ومن بعديك باش نحطوه في الفور باذن الله. لو طون اللي اللحم محطوط على الغاز حضرت الخضره بتاعي باش نستعملها. كايبه بطاطا كيف تشوفوا اغلبيه الكميه نعمل بطاطا خاطر انا نحب البطاطا. دونك البطاطا مش باش نخليها هكاكا باسله، حطيت عليها تريف كركم وتريف ملح، وباش نحط نقلاها باش نخليها هكاكا اللي تاخذ لون، مش نطيبها كريمون، باش نخليها هكاكا ما تستحمر شويه ومن بعد نحاها مع الغاز. واستعملت هنا زيت كعبه طماطم
هي كعبة واحدة كبيرة قاسيتها هكيك على الطريقة هذيك، واستعملت زاد شوية بصل، خليت بصلة قسمتها على 2 وكملت قاسيتها بالطريقة هذيك، وجرينين فلفل. بالنسبه للخضر تنجموا تتحكموا، راهم اذا كان حاجه تحبوها تكثروا منها، اذا كان حاجه ما تحبوهاش نجموا تنحاها. تو باش نسكع بيت البطاطا نحط كما قلت لكم نقليهم. شوفوا هكا البطاطا محلاها ريحتها ديجا فايحه. راكم تنجموا تعملوا فيرسيون هيلثي، فيرسيون صحيه يعني المصلي، تنجموا تحطوا كل شيء حتى من اللحم كل شيء ملو تحطوه في الفور، لا تقلوا لا طيبوا ولا حتى شيء. اما هي تجيب بنينه، اما الحقيقه الفيرسيون هذه تجيكم ابن. الله غالب هذيك هي الدنيا، ديما الحاجه اللي تبدا ماهيش صحيه برشا تكون فيها تكون ابن شيء من الحاجه الصحيه. ولا هذه البطاطا حضرت، الخضره بتاعي كل كيف حاضره، والمصلي اللي على القاصه هي تاب، ونقص الماء نتاعها بالكدا. على سيدك عمكم المصلي قلت عشان نبقى نحكي خلينا نوريهولكم كيفاش. راه ما ينشحش كومبليتمون بالماء، لازمنا يبقى لنا الماء هذاك هو بعديك باش يعمل لنا الصوص نتاع المصلي. فرجوا باش نوريكم قداش فيه ماء انا بالضبط. بقى لي شوف توا بقالنا كان باش نركبوه، اذا كان باش طيبوه في بلاتو حطوا البلاتو نتاعكم وزينوا كيف ما تحبوا، اذا كان باش تعملوا في صحينات وسيفات كيف انا تبعوا معايا. شوفوا انا باش نستعمل هكا توجينات صغيرين محلاهم للناس اللي عايشين في المانيا، شريتهم راني من كيك الكعب على اورو نص الرخص والبشاشه، توا 1000 مره نحطهم في الفور ما يجرى لهم حتى شيء، وما با نفختهم لي قبل نستعمل هكا معلومه مفيده للناس عايشين في المانيا. باش نجيب هكا اللحم، بسم الله هذا محمس سخون برشا باش نزين يعني حسيل هكا كل واحد وذوقه عاد. باش نحط هكا اللحم، بسم الله، نفس الشيء في الاخرى. انا ديما اش نعمل، ديما نقسم هكا، نحط منها جهه اللحم وجهه نحط فيها الخضره، هكاك تجيني مزيانه الحقيقه. الريحه نتاع كل حاجه تبارك الله ديجا بنينه على الاخر. كانكم اللحم ريحته بنينه بالخضره، كالبطاطا المقليه ياسر بنينه. هكا حطيت مريته توا باش نركح حاسيلو هكا نزين بشويه بشويه. نحط هكا من شويه بطاطا من البصل طماط هكا باش نحط هكا نقسمهم، باش من بعديك كي نحل عليها نلقى فيها منظر مزيان. ديما نحب هكا طريف بصل فوق اللحم باش من بعديك هكا يذبل فوقه ويحط البنه نتاعها كل في اللحم. شوفوا لي هالبنه نودكم ما شهيكم ديجا المنظر بركه يشهي. توا باش نجيب لي بقالي من الصوص في الكاسرونه، بقى برشا صوص، وباش نسقي كل شيء يعني باش نعبيها هكا بالصوص نشخشخ، خاطر الصوص هذيك راهي فيها برشا بنه وزيد فيها هكا البصل والفحات وكل. كيف قلت لكم هي بعديك اللي باش ناكلوه. بسم الله. كيف ما تشوفوا هكا الطواجن نتاعي غطيتهم بالبابي كويسون وبابي الومنيوم. توا باش نحطهم في فور بريشوفي مسخن يعني ديجا على 200 درجه تقريبا هكاك نصيف ساعه، ومن بعديك في اخر 5 دقائق باش نعري عليهم، باش مازال لي خليت طريف من صوص على جنب باش نسقي به اللحم ونحطه في الفور هكاك معري، جوست نحله من فوق بركه باش يتبشمت هكا، باش كل شيء يتبشمت من فوق وخاصه اللحم. هذاك المصلي خرجته من الفور، الريحه نتاع ديسانتكم نشهيكم. كملت مع خبيزات مبسيل، بون هذه حطيتها بركه للتزيين تاع الفيديو. انا عملت خبيزات اخرين زاده للتزيين للماكله سامحوني. نودكم نشهيكم ديجا الريحه نتاع فيها وحال الخبز المبسس جاه شو حاسيلو. نودكم نشهيكم وانتم مش مشتاقين، كانكم تحبوا نجم نبارطاجي معكم الريسيت نتاع الخبز زاده. خلينا نشوفوا هذا خليته يبرد شويه الحقيقه من قبل. وهذه حاجه نسيت ما قلت لكمش عليها، اللي انا قبل ما نحطها في الفور زدت عليه هكا طريف اكليل فريش يعني باش يزيد يسيب الماء نتاعه. بنه بنه بنه. نودكم نشهيكم مره اخرى. هكا هو سمحينا سمحات. بهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم وكنت خفيف تغدل عليكم. انا ما بقالي كان نبعث لكم ناس كل برشا بوسات. نقول لكم الى اللقاء. باي باي.